من أغرب القضايا اللي اترفعت في المحاكم واللي محدش هيصدقها أبدا. أول قضية كانت بسبب إعلان عملته شركة ريد بول، وكتبت عليه ريد بول يعطيك جوانح. فبعض الأشخاص بعد ما شربته انتظرت إن هي يطلع لها أجنحة، وطبعا لما الكلام ده ما حصلش معاهم رفعوا كلهم قواضي على الشركة بيطالبوا فيها بحاجتين: إما يطلع لهم جناحات زي ما الإعلان بيقول، أو ياخدوا تعويضات مالية عالية جدا. وفي الآخر خدوا فلوس كتير من الشركة وكسبوا القضية. الشخص اللي محدش فاهمه ده رفع قضية على أبوه وأمه علشان خلفوه وجابوه الدنيا من غير ما حد ياخد إذنه الأول، وقال أنا من حق إن أنا أتسأل الأول إذا كنت عايز أتولد ولا لأ. طبعا كلام غريب جدا وغير منطقي. بيقول لك شخص تاني كان بيلعب بالعصاية الخشب المدورة اللي هي بترميها في الهواء بترجع لك تاني. المهم أثناء اللعب بعد ما رجعت له كانت خبطته على وشه، وساعتها راح المحكمة ورفع قضية على نفسه وكسبها، وأخد من شركة التأمين مبلغ عالي كتعويض.